بتغلط في القطعة او مش عارف تحلها اصلا، مش عارف هتعمل ايه خصوصا الامتحانات بعد شهر، تعالى اقولك تحل سؤال القطعة والترجمة ازاي في امتحانات الثانوية العامة. الاول هندعي زي ما تعودنا لكل الناس اللي هتظهر دلوقتي قدامنا على الشاشة، هندعي لهم ان ربنا يوفقهم ويكبر بخاطرهم ويفرح قلبهم. وهنفكر اللي بيتفرج عليا دلوقتي من البداية ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انزل يلا بسرعة قبل ما تعرف هتحل القطعة ازاي علشان نشوف بتتحل ازاي وازاي ان انت تقدر تلم الدرجات بتاعة القطعة، خصوصا ان هي بتكون كبيرة وصعبة واحنا نظام جديد وكده، بس هتحلها باقصى سهولة وهتلاقي ان هي مفيهاش اي حاجة بعد كده، ان القطع اسهل سؤال بيبقى في الامتحان، يعني اسهل من الاختياري كمان. حاجة القطعة الأول كانت بتبقى صغيرة وكان الأسئلة بتاعتها بتبقى واضحة، سؤال وات، سؤال وير، سؤال بيبقى مباشر موجود قدامك الإجابة بتاعته، مجرد ان انت هتاخدها هتكتبها تحت وخلصت على كده. طب دلوقتي لا، السؤال اتغير تماما لان الامتحان بتاعك بقى MCQ. يعني ايه؟ يعني انت بقى معاك اختياري ومعاك القطعة حتى اختياري، فانت بتبقى شايف القطعة قدامك، لازم بيجيب لك قطعة كبيرة لانه هيطلع منها 10 نقط، هيطلع منها 9 نقط، ايا كان العدد اللي هيطلعه. فالمفروض ان القطعة بتقرأها الاول كويس، بس ما تترجمش، اقرأ الاول القطعة واحدة واحدة على قد ما تقدر. فانت هتلاقي حوالي 40% من الكلمات انت مش فاهمها، بس هتخمن معناها من القطعة قدامك. يعني انت هتشوف القطعة ماشية ازاي، هتبقى الكلمة موجودة وسط جملة، فانت هتشوف الجملة كاملة هتطلع الكلمة منها. طب اقرأ القطعة الاول واترجمها ولا اقرأ الاسئلة؟ لا، بص على الاسئلة نظرة سريعة، متقفش عند الاسئلة وتترجمها برضو، لا، نظرة سريعة تعرف ايه الاسئلة اللي معاك. طب بعد ما قرأت الاسئلة اطلع تاني للقطعة، اشتغل على القطعة واحدة واحدة وابدأ اقرأها بالراحة بتأني. بس هقولك تعمل ايه في القطعة بعد كده، وازاي ان انت تقدر اصلا تسرع ايدك فيها، وازاي تقدر تنجز في الوقت فيها. انت خلاص بعد ما تقرأ القطعة، انت المفروض الطريقة اللي انا هقولك عليها هتكون عارف ازاي تحل قطعة في 20 دقيقة او اقل، فانت هتكون حاطط لنفسك الرينج ده في الامتحان، ان في خلال 20 دقيقة هتكون القطعة دي خلصانة او القطعتين سوا. انت في الشهر ده هتبدأ تذاكر كويس كل يونت، وبعد كده هتبدأ تحل. طب كل يونت هتشوف قطعة تحلها معاه، يعني انت هتشوف قطعة كده تحلها مع اليونت دي، وكذلك القطعة اللي بعدها، بس هتحط لنفسك 20 دقيقة وتفتح التايمر جنبك تشوف انت هتخلص القطعة في قد ايه، وتحاول تاني مرة يكون التايمر بتاع القطعة اقل في اقل. ده كله هينجز معاك في الامتحان، هيخليك بدل ما انت هتقعد تاخد نص الوقت كله في الامتحان تحل القطعة، لا، انت خلاص هتحل القطعة في وقت معين، لان تكون دربت عقلك ان هو ازاي يحل القطعة في اسرع وقت، وهتكون خلاص اتعودت من دلوقتي خلال الشهر ان انت لما الامتحان يجي هتكون خلصت باذن الله. طب تمام، انت اصلا في خلال الفترة دي هتحل بتاع من 20 ل 30 قطعة يعني مع كل يونت، وهتبدأ تحل شوامل، خلاص حليت مع كل يونت يعني 12 باسج. بعد كده مع كل شامل قول حليت 8 9 10 او 10 قطع في 2، لان بيبقى فيه قطعتين في الامتحان فبقوا 20. خلاص انت دلوقتي انجزت قدر كبير خالص من حل القطع. طب ده كله هيبقى عامل ليك لبعدين، هيبقى عامل كويس ليك لبعدين ان انت تقدر تنجز فيها وتحلها في الامتحان باذن الله. طب هل القطعة ممكن تفيدني في المقال؟ القطعة ممكن تفيدك جدا في المقال، لان الكلمات اللي انت هتكون حتى مش فاكر معناها او فاهمها من صياغة الجملة ممكن تاخدها في المقال بتاعك لو ليه علاقة بالموضوع، عشان تكون ضامن ان انت حلل القطع صح والسؤال بتاعك صح. تشوف حروف الجر، تشوف اي تعبير، تشوف اي حاجة، يعني مثلا معاك because، معاك as، الحاجات دي كلها فنيات القطع، لو انت معرفتش تفهمها في القطعة او تطلع معناها هيوقعك في الاسئلة تحت. طب تمام، ده كله هيساعدك في المقال، هيساعدك في المقال لان انت لو فهمت معنى الكلمة صح هتقدر تاخدها صح المقال بتاعك. خلاص قدرت ان انت تطلع كلمات جديدة، هتعمل من الكلمة جملة، خلاص بقى معاك القطعة والمقال بإذن الله كلهم كويس. كنت قلت المقال يتكتب ازاي في فيديو قبل كده، فحاول تشوفه عشان تبقى عارف كمان ان انت تكتب مقالات، واكتب وممكن تبعتلي على التليجرام او تبعتلي على الاكونت بتاع الفيس ان انت كتبت وعايزني اصححه او ايه اللي واقع منك، وعادي مفيش اي مشكلة، هشوفه وهساعدك فيه بإذن الله. طب تمام كده خلصنا القطعة
والمقال ازاي تظبطهم. طب الترجمة لازم 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 يكون فيه حصيلة لغوية. طب انا خلاص ما عادش غير شهر على الامتحانات ومعيش اي حصيلة لغوية، هات نوت بوك لنفسك كده وابدأ اعمل سيرش عن كلمات جديدة. معكاش سيرش عن كلمات جديدة، سيب لي تحت في الكومنتات وانا هسيب لك الكتاب اللي معايا فيه كلمات كتيرة جدا، يعني كلمات ممكن تكون ما عدتش عليك في اولى وتانية وتالتة. هتكتب تحت في الكومنتات لو انت معكاش اي مصادر تجيب منها كلمات، وانا هسيب لك لينك بتاع حوالي مذكرة او كتاب كده ممكن يكون من 20 ل30 صفحة. الكتاب ده فيه كلمات كتيرة جدا للترجمة وهتساعدك فيها ان انت تقدر تترجم كويس. فالكتاب حلو وصغير وسهل، لو انت اخدت من دلوقتي اليوم الامتحان كل يوم صفحتين او 3 صفح هتقدر ان انت تنجزه وهتبقى حفظت قدر كبير خالص. طب الكلمات اللي هتكون واقفة معاك منهم هتعملها في نوتس وتعلقها جنبك كده طول اليوم، في الراحة وفي الجاي هتقراها بس. الكلمة ثبتت معاك، بقى معاك كلمات جديدة ان انت تقدر تترجم بيها. هتساعدك الكلمات الجديدة دي في القطعة ان انت برضو لو في كلمة منهم موجودة معاك في القطعة ان انت تقدر تحلها بإذن الله. طب تمام كده خلاص، عرفنا القطعة تحلها ازاي، عرفنا الترجمة تحلها ازاي، عرفنا المقال تحله ازاي. لو في اي حاجة واقفة معاك اكتبلي في الكومنتات برضو. لو انت محتاج مني 1000 قطعة حل انجليزي، 1000 قطعة بالحل بتاعها، عرفوني برضو في الكومنتات. ولو كله محتاجها او كله اجمع ان شاء الله هرفعهم لكم كلهم الحل بتاعهم، هيساعدوا كتير وهيكونوا كويسين بإذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.